في قاعدتين تحطهم حلقه في ودنك طول ما انت بتلاعب النادي الاهلي، ده لمصلحتك والله علشان ما تتهنش في الاخر. القاعده الاولى انك ما تحتفلش قدام النادي الاهلي بمبالغه الا مع صفاره النهايه. القاعده الثانيه بقى انك ما تنساش القاعده الاولى، لانك لو نسيتها حرفيا هتتهان وهيتحط عليك. انا مبدئيا كنت عاوز النادي الاهلي يفوز باي شكل وباي طريقه، علشان الكابتن ماجد هاني الزملكاوي جدا المعار لبلديه المحله كان عاوز ياخد اللقطه على حساب النادي الاهلي ويحتفل بشعار النبله بتاعه نادي الزمالك. وطبعا الصفحات الزملكاويه يقول لك شوف الزملكاوي قاهر النادي الاهلي اللي جاب النادي الاهلي في شوال. فانت ما عرفتش مين هو النادي الاهلي وما استنتش صفاره النهايه زي ما قلت لك، فعلشان كده انت للاسف اتسرعت جدا. علشان كده انت هتشوف اللي عمرك ما شفته. جمهور النادي الاهلي حرفيا كلح كلاحه وممكن يبطلك كوره. واسال لعيبه كتير في نادي الزمالك على راسهم الكابتن محمود علاء. مبدئيا السهم ده تبقى عارف انت هتعمل بيه ايه، لان انا مش هقدر اقول بقى انت عارف السهم ده بقى هتعمل بيه ايه علشان ما ناخدش حظر. بس تاني حاجه نتكلم في تفاصيل المباراه. عمر كمال بيوجه رساله للكابتن مارسيل كولر، بيقول له يا راجل يا شايب، يا راجل يا شايب، مين في مصر، مين في كرة القدم في مصر يلعب عليا اساسي؟ مين لاعب كرة في مصر يلعب اساسي على عمر كمال عبد الواحد؟ افضل جودة لباك يمين موجودة في مصر بلا منافس، بلا منافس. ونحط تحتيها مليون شرط، لان وجود الكابتن محمد هاني اللي انا مضطر اعصر على نفسي ليمونه لحد نهائي دوري ابطال افريقيا. الكابتن محمد هاني طول ما هو في الملعب تقريبا انت خسران. انت تقريبا لو لعبت ب10 لعيبه، انا بقول لكم افضل من وجود محمد هاني في الملعب. محمد هاني كارثه كلاعب كره قدم، مش كارثه كباك يمين بس. محمد هاني وجوده في الملعب مؤذي، لا مؤذي للنادي الاهلي فعلا. تعالوا نتكلم عن حاجه مهمه جدا يا جماعه. النادي الاهلي طبعا بيكسب بالحكام، النادي الاهلي وبيكسب بالتحكيم. في الشوط الاول بين الاهلي وبلديه المحله في لقطه بين اكرم توفيق ولاعب نادي بلديه المحله، تدخل من لاعب بلديه المحله يستحق الطرد. اي حد بيفهم كوره بربع جنيه، مش هقول لك حكم دولي، حكم عارف القوانين، حكم دارس تحكيم، يعني الف ب تحكيم يبقى عارفها يعني. تخيل اللقطه دي عدت على الحكم، عدت على الفار، عدت على الجمهور، عدت على بقية الشعب، واللقطة دي أصلا ما اتحسبتش فاول. مش هقول لك طرد، ده ما اتحسبتش فاول من الأساس. يعني تخيل لاعب يستحق الطرد المباشر في لقطة مع أكرم توفيق ما اتحسبش ضده فاول أصلا. أنت متخيل؟ أنتوا متخيلين احنا مش مستوعبين اللي بيحصل في الدوري المصري والتحكيم المصري. حاجه قمه الضحك وحاجه قمه الكوميديا. نيجي بقى للقطه ضربه الجزاء المشكوك فيها في اخر الوقت للنادي الاهلي. انا هقول لك مش ضربه جزاء، شوف هي مشكوك فيها، هي مش ضربه جزاء، بس هي ضربه جزاء. واحد يقول لي ازاي مش ضربه جزاء وضربه جزاء؟ هي مش ضربه الجزاء دي اتحسبت لنادي بيراميدز من يومين بعد مروان حمدي ما سدد الكوره، والكوره جت في ايد لاعب الخصم وهو نايم على الارض وهو ساند ايده على الارض، فالحكم حسبها ضربه جزاء. فبالتالي انتوا اقريتوا انه اللقطه دي بتتحسب ضربه جزاء. ونادي بيراميدز ده منافس النادي الاهلي في الدوري المصري على صداره الدوري. بما انك انت حسبتها البيراميدز منافس النادي الاهلي على صداره الدوري، فتحسبها للمنافس الثاني. ده عدل ربنا. لكن ازاي انت حسبتها البيراميدز وما حسبتهاش للنادي الاهلي؟ صح. فنيجي نقول ايه يا جماعه؟ النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، النادي الاهلي نادي الدوله، النادي الاهلي طول عمره بيكسب بالتحكيم، بلا 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 بيب بيب بيب. ده الكلام المحفوظ من الزملكاويه. هل في واحد عنده ذمه ولا ضمير هيطلع يقول كده من الزملكاويه؟ لان احنا كاهلاويه طبعا هنتكلم. هل في حد من الزملكاويه عنده ذمه وضمير يقول لك النادي الاهلي يستحق ضربه جزاء اللي هي مش ضربه جزاء بس هي ضربه جزاء علشان اتحسبت في نفس الدوري ده؟ وهل هيقول لك انه اللاعب اللي تدخل مع اكرم توفيق يستحق الطرد؟ انت زملكاوي عندك ضمير ولا ما عندكش ضمير؟ قول لي بقى وجهة نظرك يا حبيبي كده، ومستنيك تقول تحكيم بقى ودولة منتظركم يا حبيبي، منتظر الاعلام المصري الجميل.